حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اهلا بالشتاء، يا مرحب بيه. مستعدين لتنظيفات الشتاء ولا لا؟ زي كده ابتديت بأول حاجة واقول بسم الله الرحمن الرحيم. في تنظيفات الشتاء ابتديت امسك اوضة النوم. بصراحة بقالي كتير ما عملتش فيها حاجة، كنت بنضفها كده من على الوش بس كده. في كسل رهيب، كنت مسافرة، انشغلت الفترة اللي فاتت دي عن التنظيفات والروتينات العميقة اللي بتحمس كده. فان شاء الله كده نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. بس حبيت كده ايه وانا بشتغل اسلي نفسي بحاجة، اشغل حاجة كده اتفرج عليها عشان ما ملش، لاني انا ايه هقلب الأوضة دي عليها واطيها دلوقتي. مش بس هنضف تنظيفة كده عميقة والسلام، لا ده انا هغير النظام كله. بحب كل تجديد وكل تنظيفة عميقة ان انا اجدد حاجة، اغير حاجة، اجيب مفرش جديد، اجيب سترة جديدة، اعمل اي حاجة. فانا بقى اغير مكان السرير. طبعا كنت منزلة على القناة تنظيفة لغرفة النوم، بس يعني بقى من فترة طويلة بصراحة. فانا بقى ايه المرة دي بقى هعمل معاكم تنظيفة واغير اتجاه السرير. السرير طبعا كان تحت الشباك في الوش، وكنت حاطاه بزاوية الغرفة، لان عندي غرفة النوم صغيرة جدا جدا. ف يعني بلعب على الاتجاهين دول، الاتجاه اللي هو بتاع الشباك تحت الشباك، واتجاه تحت الناحية التانية اللي انتوا هتشوفوه اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. اما تحت الشباك مباشرة ده بيبقى صعب عشان شباك السرير طويل، وما بعرفش افتح الشباك ولا هوي الأوضة، فبضطر ان الفترة اللي هو بيبقى تحت الشباك فيها بيبقى الأوضة مكتومة، ما بعرفش هوي، فبضطر بحطه بزاوية زي ما هو محطوط دلوقتي حالا. فدلوقتي بقى انا بقى اغير النظام، وشلت بقى الكراكيب بقى اللي تحت السرير والبهدله بقى كده. بصوا بقى التراب بقى لي فتره طويله بصراحه، لان انا عندي مش مرتبه سفنج، مرتبتين قطن تقال جدا جدا جدا، فبتعذب وما بلاقيش حد يشيلها معايا. يعني ساعه ما باجي انضف كده التنظيفه دي بضطر انضفها وجوزي مش موجود، لان هو ما بيحبش ان انا ايه يعني اغير مكان حاجه. بضطر ان انا اعمل الحاجة وهو بره يجي يتفاجئ بس كده. طبعا بقى مش هتنفع بالشرشوبة خالص، رحت قلت لا، هي الخيشة بتاعت زمان مفيش احسن من الخيشة بتاعت زمان، لان الشرشوبة مش هتنضف. وبعدين فترة الحر كده بتطلع كده مش عارفة اللي هي الحاجات، يعني الأوضة عندي مكتومة، فبلاقي كده يعني مش حشرات، حاجات كده اللي هي بتاعت الخشب. فبضطر بقى ايه ان انا امسح بقى، حاطه كلور وحاطه اريال، وحاطه ما عنديش فينيك بصراحه ولا عندي اي حاجه للارضيات، فحطيت كلور واريال بس. فطبعا بقى السرير بصوا من كتر ما انا بغير الاتجاهات بتاعته، بصوا اتكسر ازاي من الجنب التاني، فملصماه يعني. بس انا بقى كده ايه خلصت بقى الجزء ومسحت من تحته كده. مسكت بقى الحيطان كده زعفتها، وهمسك الشباك برضو. عاوزه اقول لكم ان الشباك كان كله تراب بطريقه صعبه جدا، يعني بصوا التراب اللي هيخرج من السلك. فالتراب بعد ما غسلت الشباك ونضفته، عاوزه اقول لكم ان حاسه كده بالنظافه والانتعاش، تشمي كده ريحه النظافه. مش ما بيكون في تراب وبهدله بتشمي ريحه التراب، لا بعد النظافه بقى بتشمي ريحه النظافه بجد. احساس رهيب رهيب. ربنا يديمها علينا صحه ويديمها علينا نعمه، ان احنا نقوم ونخدم نفسنا وننظف وما نحتاجش لاي حد ابدا. طبعا بعد بقى ما نقلت السرير وحطيت اول مرتبه وحطيت المولل، حطيت الحاجه اللي كانت تحت السرير، رميت الحاجه اللي ما كانش لها عوزه عشان مش عايزه طاقه سلبيه. على فكره الكراكيب اللي هي بتبقى تحت السرير دي بتدي طاقه سلبيه جامد جدا. فانا بقى عايزه اغير مكان الكرسي، هوديه الناحيه التانية، بس عندي الممر اللي بين الدولاب والسرير ضيق جدا، مش هعرف اعدي منه الكرسي، فبنططه كده من على السرير. عاوزه اقول لكم كمان
ان الكراكيب اللي هي بتاعت اللي هي كانت تحت السرير دي، وكنت حاطه ما كنت حاطه السرير بزاويه، فكان في وراه وسع، فكنت بحط بقى اي حاجه البطاطين والحاجات دي. عاوزه اقول لكم ان انا مش قادره اقول لكم، يعني كنت ببقى عندي طاقة سلبية ان انا انام في الغرفة دي والله العظيم. مكتئبة، مش عايزة اخشها خالص، لو لدرجة عايزة اخش اجيب اي حاجة منها مش طايقة اخشها. فبصراحة الكراكيب دي غير بقى التراب والحاجات دي، لا كراكيب والحاجات اللي ملهاش عوزة والهدوم الكتير بتدي طاقة سلبية. فانا بقى ايه، التنظيفة دي رميت حاجات كتير جدا ملهاش اي عوزة هشحتها يعني. والحاجات بقى اللي هي مثلا سرير صغير، حاجات يعني كده بتاعت مش هقدر افرط فيها يعني. مش رحت بقى شايلاها لفتها نفضتها تنفيضة حلوة ولفتها وحطيتها بقى مكانها. فالسرير تحت السرير ما بقاش مكبوس زي الاول. الله اكبر الله اعظم. رجعت لكم تاني، فعاوزه اقول لكم بقى المرتبتين دول تقال جدا جدا جدا. كنت طبعا كنت فكاهم قبل كده وغسله الكياس بتاعتهم دي، فعشان كده هم نضاف. فاللزق ده بقى ايه، بصوا منظره بقى كان بقى مقطع كده من قدام، فقلت بقى اشيله واحط مفرش كده نضيف وحلو. بصوا كنت بجرب بقى الناحيه اللي هي من النظيفه، فقلت لا انا هشيله وارميه واحط بقى. بصوا بعد ما خلصت بقى كده الاوضه خلاص رتبتها بقى كده وشلت الستاير، بس البرقع ده قلت ايه لان هو ماسك بمسامير فما عرفتش اشيله، فنفضته بس كده. وبعد بقى ايه ما فرشت الملايه والخداديات الكيوت الجميله دي كنت عاملاها في رمضان، كنت انا اللي عاملاها يعني. وكان في مخده تانية بس مش عارفه كنت شايلاها في الحاجه في وسط حاجه رمضان يعني وكده. بصوا بقى الجمال والحلاوه والروقان. كنت جايه من المصيف كان عندي كميه هدوم مش نظيفة، غسلتها وطبقتها وشلتها. بصوا بقى القعدة دي عملتها كده، كان فيه كام شلتة كده حطيتهم برضو كده حد يقعد عليهم. الكرسي ده بحب اقعد عليه اقرأ عليه قرآن بعد ما بصلي. وادي بقى ايه التسريحة هديت كده وبقت جميلة والدنيا راقت. السجادة اللي جنب الكومودينو دي دي بقى اما اجي بقى افرش الستاير والسجاد واطلع الحافظة بقى الشتوي بقى اللي هي بتاعت السرير اللي هي الدفاية يعني، ابقى بقى اركب بقى كله على بعض. فاستنظروا بقى ايه فيديو لغرفة النوم بتاع الفرش. وده تاني يوم بقى الصبح بعد ما صحيت قلت بقى اصور لكم، والشباك كده ايه مدخل الضوء الجميل والهواء الحلو. وما كنت حاطه السرير بزاويه مكان كده الكرسي كده بزاويه، كانت الاوضه واسعه بصراحه، بس كان ضرفه من الشباك ما كنتش عارفه افتحها. اما لو كنت حطيته تحت الشباك على طول الضرفتين ما كنتش عارفه افتحهم. فكده بقى احسن بقى، التغيير حلو والتجديد حلو والتنظيف حلو. اهلا بقى ايه بالشتاء وجمال الشتاء والمطر بتاع الشتاء. احنا كده هنبقى مستعدين. استنظروا بقى ايه الفيديوهات الجايه بتاعه التنظيفات، كلها حماس وطاقه ايجابيه. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للي اول مره تابعني، مش هتخسروا حاجه ما تعملوا اشتراك ولايك. اعتبروها صدقه جاريه ليكم. فاشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه، وما تنسونيش في الدعاء. مع السلامه. معلش نسيت اقول لكم حاجه، بعد ما نظفت الشباك وكله الحاجات السوداء اللي هي على الخشب اللي على الشيش ده ده كان لزق. انا كنت حاطه مشمع قبل كده في سنه من السنين في الشتاء عشان الاوضه بتبقى برد يعني وكده، فحطيت مشمع وما كنتش بدبسه بالدباسه، كنت بعمله باللزق. فبعد ما شيلته فعمل علام كده، فمش عارفه اشيله خالص. فدي مش وساخه ولا اي حاجه، ده مكان اللزق بس. الشيش نظيف ومنضفاه ومخليه زي الفل. مع السلامه بقى، حبيت بس اقول لكم المعلومه دي.